ازيكم حبايب قلب عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وشرح جديد من منصة وان اكسبت. النهاردة جايبين اجمل واحلى استراتيجية في لعبة كراش، لعبة الطيارة في منصة وان اكسبت، وهنعرف ازاي نقدر نحقق منها ارباح عالية جدا. قبل يا جماعة بس ما نخش شرح النهاردة، عايزين نفكركم ان احنا عاملين مسابقة بقيمة 2000 جنيه. المسابقة دي يا جماعة هنوزعها حبايب قلبي على 20 شخص، كل واحد 100 جنيه، علشان بس يكون العدد كبير. شروط المسابقة ان انت تكون عامل اشتراك معانا في القناة، ويكون حسابك متسجل ببرنامج الخاص بينا. هتلاقوا رابط التسجيل في المنصة اسفل الفيديو، وانت بتسجل بتضغط على كلمة التسجيل، وبتجي هنا بنقرة واحدة او عن طريق الهاتف او اي حاجة انت محتاجها، وهنا بتكتب البرومو كود ده يا شباب. شروط المسابقة انت تكون مسجل حسابك بالبرومو كود ده ES124. تمام حبايب قلبي، وبعد كده ابعت لنا رقم حسابك في جروب التليجرام. هتلاقوا رابط الجروب في الوصف اسفل الفيديو. تمام حبايب قلبي. وبننزل في جروب التليجرام ده نسبة الحظ، وبننزل فيها شروحات وطرق اللعب في المنصة. تمام، بعد كده موافق موافق موافق، وبعد كده بتسجل دخولك في الحساب. تمام، ده البرومو كود اللي الكل يسجل بيه ES124. كمان هيبقى البرومو كود ده بيديلك نسبة ايداع 200% كل يوم اتنين وجمعة على اي ايداع انت بتعمله. تمام حبيب قلبي، وكمان بيخلي نسبة حظك في الألعاب بتصل لحد 85%. حبيب قلبي ما تنسوش تسجلوا بالبرومو كود ده يا شباب ES124. ولو انت كنت مسجل حساب كده، اسحب أي أرباح ليك في الحساب وسجل بالبرومو كود ده، علشان هيكون حسابك ضعيف. فلما بتسجل بالبرومو كود ده يا شباب في حسابك بيكون قوي جدا. يلا يا جماعة نخش في شرح النهاردة، نخش كده على لعبة الطيارة. تمام، وزي ما بفكركم دايما ان شرطنا وقانوننا الأول والأخير في لعبة الطيارة: مش عايزين طمع. العب على قد فلوسك وعلى قد رأس مالك. تمام، هي دي كده الطيارة يا جماعة ضربت عند 1.7. أنا هنا كده يا جماعة معايا 72,000 جنيه، فأنا هبدأ ب200. العب على قد رأس مالك، العب بنفس الاستراتيجية اللي أنا بلعب بيها، ماشي، بس العب بارقام قليله. دلوقتي انا سبت اول دور، تمام، وما دخلتوش، وتاني دور ماشي دخلت وخسرت، ماشي، فانا هلعب الدور التاني ب500، ماشي. وهسيب الطياره كده، انا كده لحد دلوقتي كده بجرب الطياره، لسه هسيب الطياره كده لحد 2 وهسحب. تمام، يلا هسيبها لحد 2 اهو، ماشي. سيبناها لحد 2 وفزنا بقى واخدنا 1120. أول ما بكسب يا شباب برجع لأقل مبلغ تاني، أقل مبلغ كنت بتلعب بيه. العب بنفس الاستراتيجية وبنفس اللي أنا بلعب بيه، بس العب بأرقام قليلة. وبقول تاني علشان الناس ما تلعبش وتقول لي احنا بنخسر، احنا بنخسر. ماشي، لا، بقول لك العب على قد فلوسك، ما تروحش تلعب بفلوسك كلها او بنص فلوسك، لا طبعا. ماشي، انا فزت اهو، انا بلعب عند 2، ماشي، فزت. بلعب بنفس الرقم هو ايا كان بتلعب ب10 او ب20، العب على قد فلوسك. تمام، وبنسحب عند 2. تمام، يلا، ماشي، حلو. خسرت هخش ب500، ماشي، يلا. عايزك لما تيجي تخسر تضرب الرقم في 2 او في 2.5. يعني انا كنت داخل ب200، دخلت ب500. تمام، يلا، وهنسحب برضو عند 2 اهو، يلا. حلو قوي، حلو قوي، براحتنا اهو خالص، نلعب براحتنا، ماشي، ومش عايزين طمع، وما نزعلش لما بنخسر اهو. فزت ارجع لاقل مبلغ كنت بلعب بيه تاني اهو. يعني انا فزت، ماشي، ارجع لاقل مبلغ كنت بلعب بيه. خسرت هنضرب في 2.5 او في 2، ماشي. بس انا طبعا بحب ان انا اضرب في 2.5 علشان اقدر اعوض خسارتي بمكسب كبير، ماشي. اهو انا هنا خسرت، هضرب في 2.5، هدخل ب 500، هدخل ب 500، ماشي. يبقى احنا كده داخلين ب 500 وخسرنا 200، يبقى احنا كده في 700. تمام، وهنسحب برضو عند 2، يلا، ماشي. يبقى احنا كده عندنا خسارة 700، 700 و700، 1400، هدخل ب 1500.
يلا 1500 ونسيبها برضو لحد 2. يلا الطيارة بعافية شوية. يلا اهو، اهو حلو قوي اهو، احلى سكريم في الدنيا. نلعب براحتنا، كسبنا نعمل ايه؟ نرجع لاقل رقم اهو. ركزوا معايا، كسبت ترجع لاقل رقم، خسرت قلنا نضرب في 2 او في 2.5، وانا افضل 2.5 او 2.5. ماشي. خسرنا قلنا هنطلع ل 500. ماشي يلا. يلا حبايب قلبي، زي ما بقول لكم يا جماعه، محدش يلعب بالاستراتيجيه دي غير الناس اللي مسجلها بالبرومو كود اللي هو ES124. ES124. يلا نخش ب1500، وحاولوا تبقى الشبكه تكون كويسه. حاولوا يا شباب لما تيجي تلعبوا تكون الشبكه كويسه. يلا، وهنسحب عند 2. وانا عايز اخسر الدور ده كمان. حلو اهو، يبقى احنا خسرنا 1500 و700، يعني 2200. تعالى ندخل الدور ده ب5000 بس. مش هنستنى للاتنين، هنسحب عند 1.5 ولا 1.7. مش هنستنى للاتنين يا شباب اهو، مش هنستنى للاتنين. والله يلا نغامر. يلا حلو اوي اوي اوي، 10350. يبقى احنا كده عوضنا كل الخسارة بمكسب كمان. ماشي. وبعد كده نرجع لأقل مبلغ تاني أنا كنت بلعب بيه 200، وهنكمل للاتنين. ماشي. بس يا شباب في الدور التالت، في الدور التالت يا شباب ما نستناش الاتنين، نضرب عند 1.5 ولا 1.7. ما نزودش ولا نغامر عن كده. ماشي. مش عايزين طمع، مش عايزين طمع يا شباب، بقول المرة التانية والمليون، مش عايزين طمع. اللعبة والبرنامج مصمم على ان هو يخسرك فلوسك. هتطمع تبقى انت كده حبيبي، وهو عايز منك كده. تمام يا شباب، علشان محدش يبعت لنا في الجروب ويقول انا دخلت وخسرت. يلا 1.5. يلا نسحب عند 2. ماشي. هندخل الدور ده، قلنا الدور ده هندخله ب5. هندخل الدور ده ب5، وهنسحب عند 1.5. يلا 5 ونسحب عند 1.5. يلا يلا 1.5 أو 1.7. وحلو أوي أوي أوي. زي ما قلت لكم كده يا شباب، ان الطيارة مش هتقعد اكتر من 3 او 4 ادوار تحت الاتنين. ماشي يا شباب. ودي يا جماعة كانت استراتيجية النهاردة. احنا كنا داخلين ب72,000، بقى معانا حاليا 80,000 جنيه، يعني مكسب 8000 جنيه في مدة الفيديو. ما تنسوش يا جماعة شرح النهاردة ومسابقة النهاردة حبايب قلبي، وكل الناس اللي بتسجل بالبرومو كود الخاص بنا ES تبعت لنا رقم حسابها في جروب التليجرام علشان نقدر نعمل لكم المسابقة ES124. ده يا جماعة البرومو كود اللي كله يسجل بيه. البرومو كود ده بيديلك 200% على اي ده انت بتعمله، بتخش معانا المسابقة. وكمان كل فترة يا جماعة بنوزع مبالغ مالية على كل الناس اللي مسجلها بالبرومو كود ده يا شباب. وانتظرونا في فيديوهات وشرح تانية كتير. ولو في اي حد عنده مشكلة او اي استفسار يبعت لنا في جروب التليجرام او في التعليق، واحنا هننزل لكم اي مشكلة بتواجهكم. والسلام عليكم ورحمة الله.